السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصص العالم الآخر، عالم الجن. القصة اليوم قصة غريبة عجيبة، لأن صاحب القصة اللي تيروي القصة تيرويها على واحد من العائلة ديالو اللي توفى. هاد القصة هادي اللي كيعاودها هو متأثر بهاد القصة هادي والأحداث ديالها. تيقول مصطفى في سنة 1995 بأن العم ديالو قطر لي هاد الحادثة هادي اللي غادي تغير بزاف ديال الحوايج في النفسية ولا في الشخصية ولا في الرأي ديال مصطفى في العالم الآخر. تيقول مصطفى أن العم ديالي كان كيطيح بزاف وكيشدوه بزاف ديال الحالات الصرع، كيبقى يطيح في الزنقة وتنضطروا أننا نديوه للسبيطار. كيقول بأن العم ديالو كان مريض بزاف، فهما عياهم يديوه لدكاترة نفسانيين ولا حتى عند الناس اللي تيديروا هادشي ديال الرقية الشرعية وتيقراو على الناس وتيقوموا بالصرع ديالهم باش يخرجوا منهم الجن. فتيقول بدون جدوى ما كنلقاوش الحل للمشكل النفسي ولا هذا المشكل الروحي اللي عند هذا العم ديالي. تيقول مصطفى ولكن في 5 سبتمبر 1995 العم ديالي كيطيح في الزنقة وكنديوه للسبيطار. فمنين كنديوه للسبيطار كنتفاجئوا انه توفى. فمنين توفى عيطوا لنا وقالوا لنا باش خصنا ندخلوا باش نتعرفوا على الجثة ديالو. فاضطريت ندخل انا والاب ديالي باش نتعرفوا على الجثة ديال العم ديالي. فالمفاجأة انني منين دخلت انا والاب ديالي كنتفاجئوا بان الشخص اللي في ذاك الفراش ولا في ديك البلاصة ديال الموتى ماشي هو العم ديالي. فاحنا قلناها للناس المكلفين تما بالموتى بان هذا السيد هذا راه ماشي هو العم ديالي، وانما هذا السيد شي شخص اخر. ولكن اكدوا علينا بان هذا السيد وبهذه السميه ديال العربي هو اللي دخل، اللي كان مريض وطاح في حالة صرع وجبناه من البلاصة وفلانية ودخلناه هنا للسبيطار. وقالوا لنا بأن الحوايج ديالو راهما يمكن لكم تعرفوا عليهم. فاحنا مشينا اكتشفنا بأن الحوايج ديالو فعلا هما الحوايج ديال عمي، وحتى الوراق اللي كانوا في جيبو ولا المستندات اللي كتدل على انه هو، فهما اللي لقين هما النيت اللي تيبينوا بان هذا الشخص هو العم ديالي. ولكن الشكل ديال هذا الشخص هذا الوجه ديالو ماشي هو العم ديالي. فالاب ديالي تفاجأ، وولد عمي اللي هو ولد هذا الشخص هذا اللي ميت قدامي جا وتفاجئ وتخلع من شاف ان الاب ديالو ماشي هو اللي كيشوفه قدامه. هذا الشخص هذا اللي قدامنا راجل وجهه مغير بزاف، تيبان
من الوجه ديالو انه راجل كبير بزاف، ووجهه بحال غادي للكحوليه ولا غادي للسموريه، اللي بحال شي حد حرقته الشمس ولا كان كيجلس في الشمس. وحتى الملامح ديال العم ديالي ما كتبانش فيه. فاحنا استغربنا من هذا الامر هذا، وخرجنا واضطرينا اننا نمشيو للطبيب اللي كان مكلف بيه، اللي كان دخل عنده في لي زيرجونس. والامر كان غادي يمشي حتى للبوليس، لان هذا الشخص اللي وقفنا عليه في بلاصه ديال الموتى ماشي هو العم ديالي. فبقينا في واحد الحاله ديال الخلعه والخوف، خصوصا ان جات مرت العم ديالي وولادو وتخلعوا منين سمعوا هاد الهضره هادي. فانا تفاجأت بزاف من هذا المنظر الغريب. فبقينا جالسين برا، وقال لنا السيد اللي في الموتى بان غيتكلفوا بالغسل ديالو باش اننا نديوه. وحنا واقفين وكنستغربوا من الامر ديال هذا الشخص هذا اللي ما تنعرفوش، وغنديوه نتكلفوا به ندفنوه. فالابن ديال العم ديالي ولا ولد عمي اقترح انه غادي يعيط للبوليس باش يشوفوا الامر ديال هذا الشخص الغريب اللي كان لابس الحوايج ديال بواه وعنده الوراق ديال بواه. فاحنا جالسين تنهضروا، وداك الشخص قال لنا اللي غسل العم ديالي، قال لنا راه غسلته، وإلا كان شي واحد مازال بغى يشوفو خصو يشوفو دابا باش تديوه. فدخلوا الابناء ديال العم ديالي ولا ولاد عمي يشوفوه. فالمفاجأة سمعتهم كيغوتوا وتيقولوا بان هذا الشخص هو الاب ديالهم، وراه ماشي كما كنقولوا حنا بانه هذا الشخص اللي كاين تما ماشي هو. فدخلت بسرعه ومشيت عند العم ديالي، دخلت وزيت عليه لي زار باش نشوف. فكنكتشف انه عمي وماشي داك الشخص اللي شفت في الاول. فمشيت عند داك السيد اللي غسل العم ديالي وقلت ليه واش انت حقيقه هو هذا الشخص اللي غسلتي، ما غسلتيش شي واحد اخر؟ قال لهم هذا الشخص اللي كان هنا هو اللي كان هنايا، ما تبدلش من بلاصتو، وها الحوايج ديالو وها الساعه ديالو وها الخاتم اللي كان لابس. فكل الدلائل كتبين بان هذا الشخص هو العم ديالي، وكتبين بان الشخص اللي كان اللي شفت في الاول هو النيت. ولكن علاش تغيرت الملامح ديال العم ديالي قبل الغسل؟ هاد السؤال بقى محيرني بعد ما دينا العم ديالي دفناه، وحتى السيد اللي غسلو بعد ما شاف هذا المنظر الغريب، وحتى بعض الناس اللي خدامين تما تبعونا حتى المقابر باش يعرفوا الجواب ديال هذا الشخص هذا اللي تغيرت الملامح ديالو منين مات. فدفناه وكان الامر عادي، ورجعنا للدار. وحتى داك السيد اللي كان غسلو جا معنا حتى للدار وجلس وبقى كيطرح بعض الاسئله، تيقول هذا الشخص هذا كيفاش تتغيرت الملامح ديالو، ولكن ملي غسلناه الملامح ديالو رجعات للطبيعه ديالها. فالجواب ديال هذا السؤال ما عرفناهش، الا واحد الحاجه قلنا ليه بان العم ديالنا كان كيطيح في بعض الاوقات ولا في بعض الحالات بحاله الصراع، وما كناش عارفين شنو هو المشكل اللي كان عنده. فدازت واحد المده ولاو كيبانوا بعض الظواهر الغريبه العجيبه في الدار ديال عمي. فمرت عمي وولادها اتصلوا بيا واحد النهار
وقالوا بأن مجموعة ديال الأطياف ومجموعة ديال الأشياء تطرا وسط الدار. فأنا مشيت عندهم وجلست مع مرت عمي وولادها، فتيعاودوا بأن كاينين أشباح ولا أشكال غريبة كتسارى في الدار. فأنا قلت لهم كيفاش هاد الأشكال وكيفاش هاد الأشباح؟ فقالوا بأنه كاين واحد الشخص كيجي وتيلقاوه جالس في الصلاة، ومنين كيشوفهم تينوض وكيدخل للطوالات، ومنين كيتبعوه ما تيلقاوهش. فأنا اضطريت أنني بكثرة الخوف اللي شفت في الوجه ديال الزوجة ديال العم ديالي والأبناء ديالها باش نجلس معهم في الدار واحد الأسبوع وباش نعرف شنو هو المشكل اللي عندهم. فكنت كنبات في واحد البيت أنا وولد عمي، فكنسمعوا مجموعة ديال الأصوات في وسط البيت والدقان في الحيط. في واحد الليلة وأنا جالس في البيت بعد ما جيت من الخدمة، وجلست في الدار ديال عمي تعشيت معهم ودخلت للبيت. وداك النهار كان ولد عمي ما جاش بكري، ودخلت للبيت الناس في واحد اللحظة هو يجي، ومنين جا جلس وبقى كيهضر معايا، وقلت ليه واش تعشيتي؟ قال لي تعشيت. هو تكا وتكيت. في واحد اللحظة كنسمع ولد العم ديالي تيبدا يهضر بشي كلمات وتيبدا يدير شي حركات وهو ناعس في الظلمة بيديه. فأنا استغربت من الأمر ومشيت عنده نوضتو، قلت لي مالك مع من تهضر؟ قال لي ما حتى شي واحد. فرجعت ناست، وفي الصباح فقت باش نمشي للخدمة تلقى ولد عمي ما كاينش في بلاصتو. فاتصلت بيه قلت لي واش انت بخير؟ قال لي مزيان. قلت لي البارح في الليل حسيت بك ماشي تما. فالمفاجأة ولد عمي قال لي علاش فوقاش تلاقيتك انا بالليل؟ قلت لي علاش ما جيتيش تبات في الدار؟ قال لي انا ما بتش في الدار، راه كنت خدمة وكنت ميسيون وكنت في واحد المهمة لواحد المدينة بعيدة على المدينة اللي ساكنين فيها. فتفاجأت من هاد الهضرة اللي قال لي، واستغربت وقلت شكون هاد الشخص اللي كان جا وبات معايا في نفس البيت ديال الدار د عمي. فمن طرات لي هاد الحادثة اضطريت انني نمشي عند واحد الشخص مختص بهادشي ديال الجنون وديال الرقية الشرعية باش يشوف لي الحل ديال الدار ديال عمي المسكونة. فهو من جا بدا كيقرا في الدار وتيقول لي بان واش هاد الدار، كيسولني واش هاد الدار فيها شي سحور ولا فيها شي حوايج ولا فيها شي حاجه. كنقولوا ليه ما كاين فيها حتى شي حاجه، ما كاين فيها لا سحور لا حتى شي حاجه. فهو تيقرا وعطانا بعض الاشياء اللي نديروها نكبوها في القناة الحيط، وقال للزوجه ديال العم ديالي انها تغسل بشي ماء. فمنين مشى بحالو في الليل كنسمعوا اصوات ديال بحال شي حيوانات ولا بحال شي شخص شديتيه وزوطيه في العافيه. اصوات بجد. نط انا من الفراش ديالي ونوضت ولد عمي ومشينا للصلاه وفاقوا الدار كاملين ديال عمي وجلسنا وكنستغربوا من هاد الاصوات. وقلت لهم واش سمعتوا؟ اكتشفت بانهم كلهم سمعوا هاد الاصوات اللي كيغوتوا بواحد الطريقه بحال كيستاغ، اللي بحال شي واحد كيتحرق ولا شي واحد شعل فيه العافيه.
عرفنا بأن هذا الجن ما بغاوش داك الشخص يجي يقرأ القرآن في الدار، فعاودنا عيطنا لداك الشخص وقال لنا واش هاد الدار فيها شي حوايج ولا شي أشياء قديمة. فلقينا كنقلبوا على أشياء قديمة، ما لقينا حتى شي حاجة إلا واحد الحاجة، هما الحوايج ديال عمي اللي توفى. هاد الحوايج هادو جبناهم له، فهو داهم وقال لنا بأن هاد الحوايج خصكم تخلصوا منهم. فتخلصنا منهم، صدقناهم، ولكن مازال كيطراو لنا الأحداث الغريبة العجيبة. فواحد النهار جينا لقينا مجموعة الأشخاص جالسين في الصالة يهضروا، ومقيمين شفناهم بكثرة الخلعة. مرت عمي بقات كتغوت وناضوا وهربوا هادوك الأشخاص وخرجوا من النوافذ ديال الدار. فهاد الشخص اللي كان تيجي عندنا عاودنا رديناه وقلنا ليه هاد الأشياء الغريبة العجيبة مازال عندنا في الدار. فهو قال لنا قلبوا على أي حاجة كتعلق بالشخص ولا العم ديالك اللي توفى. فبقيت كنقلب في الدار أنا ولد عمي، فلقينا الساعة والخاتم. فمن جبناهم له وبدا كيقرا عليهم، فسمعنا صياحات وغوات في وسط الدار. فهو قال لي هذا الشخص بأنه المشكل كاين في هذا الخاتم اللي كان داير عمك. قال هذا الشخص هذا بأن هذا الخاتم مسكون بالجن. فبدا كيقرا عليه وبدا كيزداد الغوات في وسط الدار. فأنا ترجيت أنه يخرج هاد الأشياء من الدار ويتخلص منهم، وداك الشيء اللي دار هاد الفقيه ولا هاد الشخص اللي كيدير الرقية الشرعية. وهنا تخلصنا من هاد الكابوس اللي كانت تتعيشه هاد العائلة اللي هي عائلة عم ديالي. وهنا كتسالى هاد القصة هادي، ونتمنى أنكم ما تنساوش دعموا للقناة. وشكرا لكم جميعا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.